أبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة الأفاضل، أنا دكتور مصطفى القاضي. فوجئت إن السوشيال ميديا مولعة الدنيا، إن أنا نشرت بوست مسيء للكابتن محمود الخطيب. الراجل فوجئ، الراجل فجأة كده، حصلت فجأة كده على سهوة، خدوه على سهوة، اتفاجئ هو يا عيني، اتهكر. ما هو كل الزملكاويه بيتهكروا، يعني اذا كان ميدو بيتهكر واذا كان هو بيتهكر، بعد كل نصيبه بيتهكر. لا، ومن فتره وساكت وما بيبلغش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكمالكم بكماله. اللهم انصر اخواننا وامدهم بمدد من عندك وزلزل الارض من تحت اقدام اعدائك واعداء الدين، اللهم امين يا رب العالمين. دايما لما بنجيب لكم بوست كده او تسجيل او فيديو او بتاع، تبصوا تلاقيه تاني يوم في ضرب نار. يعني الفيديو اللي احنا جبناه للخضري تاني يوم دب 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 دب. البوست برضو بتاع دكتور مصطفى، انا ما اعرفش اساسا هو دكتور في ايه، الدنيا كلها هاجت عليه. طبعا السيده المحترمه زوجة كابتن محمود الخطيب دعت عليه، قالت يا رب بحق هذا الاذان الملائكه تامن وراك وتقول لك ولك مثله واكتر. اصل يا جماعه ده بوست ما ينفعش نقول اللي اتكتب فيه، ما ينفعش. انت بتتكلم في واحد بيتمنى مرض والعياذ بالله، وانك انت ما تقدرش تناول نفسك مش عارف ايه، وما تقدرش تمد ايدك تعمل ايه، حاجه سفاله ما تطلعش غير من الابيض، ما تطلعش غير منهم. ما هو اذا كانوا شمتانين في الواد اللي هو مات، والمتحدث الرسمي بيقول لك ان احنا بلغنا الاتحاد الدولي يرد علينا في الشكوى اللي احنا مقدمينها. الراجل مات، عايزين يحاكموا الراجل اللي مات، عايزين ياخدوا حقوقهم اللي هو الراجل ما جاش اساسا ولا مضى عقد من راجل مات. هتاخدوا ايه من ناس زي دول؟ بقول لك بيتكلم متحدث الرسمي في بيان رسمي بيقول لك ان احنا خاطبنا الاتحاد الدولي، ايه اخبار الشكوى بتاعتنا في الراجل اللي مات ده، عايزين نورث فيه. بقول لكم بياكلوا سحت. طالع بعد الكلام ده كله، تعالوا نسمع، بس خدوا بالكم، خليكم معايا للاخر عشان انا محضر لكم مفاجأة في التسجيل ده، مفاجأة للدكتور مصطفى، ماشي؟ مفاجأة مهمة جدا، بس اوعى تنسى تعمل اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك. تعالوا نسمع ونرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة الأفاضل، أنا دكتور مصطفى القاضي. فوجئت إن السوشيال ميديا مولعة الدنيا، إن أنا نشرت بوست مسيء للكابتن محمود الخطيب. وللأسف بصيت على البوست لقيته مسيء جدا، وفي دعاء عليه يعني حفظه الله. طبعا الكلام ده انا بنفي تماما ان انا اكون عملت حاجه زي كده. انا صفحتي على الفيسبوك، انا راجل عندي 65 سنه، غير ضليع في موضوع السوشيال ميديا. صفحتي بقى لها فتره متهكره. خدوا بالكم، هو غير ضليع في السوشيال ميديا، المفاجاه بتاعتنا في السوشيال ميديا، وصفحته اتهكرت بقى لها فتره، بيقول لك بقى لها فتره. ان انا اكون عملت حاجه زي كده. انا صفحتي على الفيسبوك، انا راجل عندي 65 سنه، غير ضليع في موضوع السوشيال ميديا. صفحتي بقى لها فتره متهكره، ومش ممكن باي حال من الاحوال ادخل وانشر بوست بالسوء ده. فطبعا انا بنفي تماما هذا البوست، لان فوجئت لقيت حرم كابتن محمود الخطيب مشيره صورتي، وكمان بتدعي عليا، والناس كلها بتدعي عليا. انا طبعا عمري لا ديني ولا اخلاقي، انا راجل مصلي
ربنا كويس، وان طبعا مش ممكن ان الواحد يدعي على انسان مش ممكن، صح؟ خد بالك عشان المفاجأة جاية لك. مش ممكن، صح؟ انت راجل مصلي ومش ممكن تدعي، صح؟ بالشكل المسيء ده. حتى ما اقدرش ادعي على حد خالص. يعني انا عندي الحمد لله اسره مترابطه جدا، اسره كويسه جدا، عندي 4 اولاد، وجيت برضه الناس داخله يدعوا، يكلموا ولادي ويدعوا عليهم ويدعوا عليا. شيء يعني انا الصراحه انا قدام حضراتكم جميعا وانا عامل الفيديو ده علشان ابرد ساحتي من هذا البوست المسيء. انا زملكاوي، ما انكرش، ده اهم حاجه. مش ممكن اعمل حاجه زي كده تغضب ربنا قبل غضب الناس يعني. فارجو ان الناس تكون عندها قناعه ان انا مش هسكت عن هذا الموضوع، انا هيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. طب لما هي متهكره من فتره ما خدتش الاجراءات القانونيه دي ليه؟ وبعدين حضرتك مين يعني عشان تتهكر؟ يعني مع احترامنا الشخصي ليك، يعني انت مين؟ يعني ايه كينونتك انت يعني عشان الهاكر ده يسيب الدنيا دي كلها ويهكرك انت؟ ايه كينونتك؟ ايه وضعك الاستراتيجي في البلد يعني عشان ايه انا كراجل هاكر افكر ان انا هكر الصفحه بتاعتك واهتم بيك قوي؟ ليه؟ انت مين سيادتك؟ ده احنا ما كناش نعرفك الا من البوست ده. عشان استرجع كمان الصفحه واعرف مين اللي قام بهذا البوست اللي طبعا اساء لشخصي ولاسرتي، وكمان جرح طبعا اسره كابتن محمود الخطيب، وجرح جميع الناس اللي هم علقوا. انا بعذرهم للناس اللي كانت بتدعي عليا وبتاع، لكن يا جماعه كان المفروض تتبينوا ان نتبين قبل ما تنشروا ده. انا لقيت الدنيا مقلوبه، فانا قلت لازم اطلع بهذا الفيديو علشان ابرد ساحتي من هذا البوست المسيء للكابتن محمود الخطيب. وانا اقدره طبعا، ده راجل تاريخ، يعني يمكن من سن بعض، انا 65 سنه وهو 200. انت بتقدره، صح؟ المفاجاه جايه لك، انت بتقدره، ويعني انت يعني صاحبك قوي من زمان، يعني انت بتقدره. ماشي، هوريك التقدير بتاعك. 61 سنه وعاصرته وعاصرت فنه في الملعب. بتحبه انت فنه؟ مش ممكن طبعا اي انسان، مش كابتن محمود خطيب بس، مش ممكن اسيء او ادعي على حد بهذا الشكل المسيء. شكرا وسلام. قبل ما نطلع له المفاجاه يا جماعه، الراجل ده ايه مؤهلاته؟ مؤهلاته ان هو كان في اتحاد كره اليد، ماشي؟ يعني مدير حاجه في اتحاد كره اليد، مش فاكر بالظبط، ومدير تنفيذي حاليا في نادي في الشروق تحت مظله وزاره الشباب والرياضه. النادي ده بيعاني، عضو من جوه النادي بيشتكي الوزير في انه ما بيردش على خطابات بتدل على الفساد لاكتر من 10 مليون جنيه اللي بيتكلموا على الاهدار المالي العام. عضو من اعضاء مجلس اداره النادي بيقول له الحقنا يا وزير، في فساد في اكتر من 10 مليون جنيه، وفي شركه بتاخد امور بالامر المباشر، مفيش مناقصات. ابن خالتي وابن عمتي وبتاع مش عارف ايه في اكتر من 10 مليون جنيه، والوزير ما بيردش. اهم بقى مؤهل ليه ان هو كان مدير رياضي في نادي الزمالك، وده اهم شيء. ده اهم مصوغات للتعيين. اهم مصوغات لتعيين في اي وضع في اتحاد في اي نصيبه سودة هو انه يكون زملكاوي. اي واحد مسؤول في اي مكان رياضي لازم من مصوغات التعيين، يعني ما يقولوش هو المؤهل معاك ايه ولا لا، انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي شلطه بره. زملكاوي ما تلاقيش واحد في اي منصب في اي اتحاد اهلاوي ابدا ابدا ابدا. يعني انت تبص تلاقي الدرندلي دوت في اتحاد الكره ولا ليه اي لازمه، ولا ما ياخدوش غير اللي هم ايه يعني تماثيل كده ما لهمش لازمه. زي متعب كده في الرابطه، يقعد بعد ما يقعد 4 سنين يقول لك انا بقالي 1.5 سنة ما بحضرش عشان ما كانش ليا. قعدت 4 سنين ساكت، 4 سنين مالكش لازمه، وجاي في الاخر في اخر 1.5 سنة تقول لي مش عارف. والاهلي مدخلك عشان انت تبقى عينه،
تبقى عينه جوه وتدافع عن حقوقه وتقول لي انا ما كانش ليا لازمه. ما بياخدوش غير الكيوت زي ما بيقول سيد عبد الحفيظ، ده اهم شيء. اذا كان اهلاوي كيوت وهيسكت ماشي، وتلاقيه واحد كده بتاع في اي منصب ملوش لازمه، لكن اي مناصب مؤثره لازم يكون زملكاويه. الراجل اللي بيقول الكلام دوت، اللي بيقول لك اتهكر وبتاعه من فتره ومش من فتره، تعالوا اتفرجوا على البوست ده. البوست ده يا جماعه من 18 مايو 23، كابتن حسن حمدي والخطيب ومجلس اداره الاهلي كله كاتب ايه تحت؟ من 23 يعني من سنتين. ربنا يسود وشكم كمان وكمان. اللي بيقول لك لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، انا راجل مصلي، انا راجل بعرف ربنا. احنا قلنا البتاعه ديت اللي هي ربنا يبعدها عننا، لو مشيت من عندكم ما تلاقيلهاش مكان. الاسلوب القذر ده ما يطلعش غير من عندكم، ما يطلعش غير من عندكم. ده رئيس النادي اللي هو شغال فيه، اللي هو المدير التنفيذي فيه، اتبرأ منه وحوله للتحقيق، اتبرأ منه وحوله للتحقيق عشان طبعا اتفاجئ بالكلام ده. لكن هو بينتقل من منصب لمنصب 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 تحت رعاية مين؟ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. ليه؟ عشان زملكاوي، عشان زملكاوي. ما هو كده، اللجنة الأولمبية زملكاوي، كرة اليد زملكاوي، كرة السلة زملكاوي، كرة القدم زملكاوي. ما هو برضو هنا بوريدة مش قال له انت محسوب علينا زملكاوي بالاونطه؟ اللي قبليه زملكاوي، اللي بعديه هيجي زملكاوي كده، الوزير زملكاوي كده، اللي ماسك المجلس الاعلى للاعلام زملكاوي، اللي ماسك القنوات بتاعتنا كلها زملكاويه كده كده. قول لي انت مين في الاعلام دلوقتي موجود غير احمد شوبير اهلاوي؟ غير مثلا محمد فاروق اللي هو ضد الاهلي، يعني جايبين لك واحد حاقد كاره للاهلي هو او مجدي عبد الغني. الكارهين بس هم اللي يجوا، هم اللي ممكن يمسكوا، الكارهين والقيود الطيبين. لكن اللي لسانهم طول كده الزملكاويه في كل حته، في كل حته، حتى في القناه بتاعتهم بيشتموا، حتى واحد زي الخضري بيشتم، حتى زي كل الدنيا بتشتم في الاهلي عادي. ويجي يقول لك انا عمري من سنتين يا راجل وانت بتسب فيهم، وتيجي تقول لي اتهكر اتهكر. طيب استغفر الله العظيم يا رب. حاجه يعني والله العظيم البوست ده ده بوست جريء جدا جدا جدا، حاجه يعني ما تحصلش من بني ادم عنده دم عنده دين. اي ديانه، اي ديانه مش مسلم، اي ديانه ما فيش حد يجرؤ ويفجر بالكلام ده ويكون بني ادم عادي ابدا. تتمنى الكلام ده لعدوك ما تقدرش تطلعه لعدوك، لكن هم عادي. ده بقول لك الراجل مات، اول ما مات بعتوا جواب للاتحاد انتوا عملتوا ايه؟ احنا بنشحت، احنا بنعض في البلاط، فين حقنا؟ طب الراجل مات، طب الحوا قبل الورث ما يتقسم. احنا خلاص يعني الدنيا تعبانه، بننزف، احنا بننزف. نادي الزمالك بيبلغ زيزو ان هو محول للتحقيق يوم السبت. طبعا مفيش لا تحقيق ولا هيحضر ولا هي. يا جماعه الراجل مش مآمن على نفسه، مش مآمن على نفسه. اللي حصل من عمال وبتاعه مش عارف ايه وتهديداته وكلام فارغ، يعني تولع بجاز. ايه يعني اذا كان هو سايب 70 مليون هو هياخدهم؟ هو مش هياخد ال 70 مليون بناقص يا عم. ده اتجننوا النهارده الزملكاويه، اتجننوا النهارده. طبعا هم طلعوا من البطوله بتاعت الرابطه، وبيراميدز طلع من البطوله بتاع الرابطه، فحددوا لهم يوم 20 النهائي بتاع الكاس. اتجننوا، كانوا عايزين نهائي الكاس ده يبقى 2018 كده سنه، يعني كمان 95 سنه. ليه؟ عشان زيزو يقعد لحد ما يلعبش معاك كاس العالم. انت كده خليت بقى ايه؟ بطوله الكاس تنتهي بسرعه في ميعادها بدري بدري بدري، والدوري خلاص متحدد كله 6 مباريات، 6 مباريات، وهوب يلحق كده زيزو الاهلي في كاس العالم، لان عقده بينتهي بنهايه الموسم مش بتاريخ. يعني نهايه الموسم دوت لو اتمد لشهر 7 يبقى يا منى عينه. لكن طبعا لما تحدد يوم 20 نهائي الكاس اتجننوا. قال لك ازاي ده كده الكاس هيخلص والدوري فيه 6 مباريات، يعني شهر
وبعد كده يبقى هو خلاص انتهى الموسم ويروح يلعب مع الاهلي وبقى نظم رسمي، الاهلي يعلن ان هو انضم. يا لهوي، يا نسيت السودا يا انا ياما. ربك بقى، ربك، ما انتوا اساسا مش رجاله. انتوا لو كنتوا رجاله كنتوا كملتوا لاي نهائي، اي نهائي. تعبانين مله، انتوا تعبانين مله. انتوا لولا الفجور التحكيمي يا راجل، ده المباراه اللي فاتت انتهت بفضيحه بفضيحه. ده النهارده دونجا كان بيضرب الحكم، بيضرب الحكم واقف عادي، ما الحكم مش من هنا منفض، مش موجود. اللي تلاقيهم بيتعاملوا مع اللعيبه الاهلاويه كل الرجوله اللي في الدنيا، تحس ان الواد ده يعني ايه، رادع رجوله. لكن معاهم يا راجل، ده في الاحتواء قال له انت عايز النتيجه تبقى كام؟ بيقول لي الحكم انت مرتش، بيقول لي الحكم انت مرتش، بيقول له انت عايز النتيجه تبقى كام؟ ومع ذلك عمل نفسه. ده وقت الاحتواء، ده وقت الاحتواء يا جماعه. لازم نحتوي لعيبه الزمالك، لا يدونا على قفانا، ما ينفعش. قول لي راي حضرتك ايه في الراجل دوت؟ الراجل ده اتهكر ولا اتمع؟ انا مش عايز اقولها، مش عارف اقولها. هي ممكن تبقى ت م ح ان، مش اتهكر. اتهكر ايه؟ اتهكر ايه؟ بطلوا قله ادب. اتهكر ايه بقى؟ منكم لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله انتوا مستسهلين انها لعبه يعني، لكن في ناس شغاله وبتاكل عيش وناس تعبانه وناس شقيانه وناس عماله تقبض وخلاص. لا يمكن يكون حساب دول زي دول، لا يمكن، لا يمكن. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وانتوا كل قولكم كذب في كذب في كذب في كذب. شكرا لحضراتكم، وقولوا لي رايكم في الراجل دوت ايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.